لو عملت أي حاجة فأنا شايفك وحطك في دماغي وبراقبك وحراقبك. زمان واحنا بنركن العربيه كنا بنعتمد في الركنه على المرايات الجانبيه والمرايه اللي في النص دي وشويه خبره وفهلوه، وبعد كده ظهرت الكاميرا الخلفيه اللي بتتركب على شنطه العربيه دي ومتوصله بشاشه قدامك في التابلو، من خلالها بتشوف مناطق في العربيه ما كنتش بتشوفها بسهوله قبل كده مع المرايات والخبره والفهلوه، لحد ما طلعت لنا كاميرا 360 دي يا اخويا، وهوب بقينا بنمارس السحر الاسود جوه العربيات. كاميرا 360 او الرؤيه المحيطيه في العربيات هي عباره عن مجموعه كاميرات متركبه في اماكن مختلفه في العربيه بتلقط صور لمحيط العربيه وبعدين بتدمجهم في بعض تطلع صوره واحده قدامك، بحيث انها تساعدك بامان في ركن العربيه او انك تسوق في مناطق او اماكن ضيقه، بحيث انها كمان تساعد ان ما يكونش في نقط عاميه بالنسبه ليك كشخص سايق العربيه، وبتزود معيار الامان في نفس الوقت. كان في مره واحد في فرنسا سايق عربيته وماشي عادي جدا وبيسرع كمان، وفجاه حس انه شايف نفسه وعربيته من فوق كده. احلى مسا على الكاميرا 360 والدرونز يا معلم. اللي حصل للراجل ده بقى اسمه التجارب خارج الجسد. الظاهره دي ناس كتير بتفسرها بشكل روحاني، في ناس بتقول ان الروح بتخرج، وفي ناس بتربطها بتجارب قريبه من الموت، وفي ناس بتعتبرها لحظه وعي اعلى. خلينا نبدا بالناس اللي مروا بالحاله دي نفسهم، واغلبهم بيبداوا كلامهم بانهم بيتنقلوا من عالم لعالم تاني، وهتلاقي اللي بيقول لك انا عديت في نفق يا اما منور قوي او مظلم قوي، وبياكدوا انهم انفصلوا عن جسمهم بعقلهم وحواسهم. طيب هل ده ينفع اصلا سواء في الحقيقه او زي ما ناس كتير بتقول انها مرت بتجربه روحانيه جدا؟ العلم بيقول ان اللي بيحصل في المخ كفايه يفسر التجربه، بس ده ما يمنعش ان التجربه نفسها اعمق بكتير من مجرد نشاط كهربائي، لان اللي بتحسه حقيقي بالنسبه ليك سواء كان تفسيره علم او روح او الاثنين مع بعض. ليه بتحصل؟ بتظهر في حالات كتير: تعب شديد، توتر عالي، قله نوم، صدمه نفسيه، تامل عميق، او حتى قبل النوم بثواني. وفي ناس بتحصل لهم اثناء الجاسوم. فاكرين الجاسوم ولا ما شفتوش الحلقات اللي فاتت؟ وفي ناس بتحصل لهم في لحظات خوف، وفي ناس بتحصل لهم بدون اي سبب. العقل لما يحس ان جسمك مش ثابت او ان الاشارات اللي جايه من ودنك الداخليه مش ماشيه مع اللي عينك شايفاه، يبدا يفصل عن جسمك ويفصل عن مكانك، وساعات يفصلك عن نفسك، يفصل ان شاء الله يفصلك من شغلك حتى. يفتح ان شاء الله يفتح نافوخي حتى. نفس الشيء ولكنكم تحبون العيال كبرت. ازاي بقى بيحصل؟ عندك في المخ منطقه اسمها temporal parietal junction، ودي مسؤوله عن احساسك بجسمك، مكانك، وجودك. لما المنطقه دي بيحصل فيها خلل بسيط، العقل يعمل حاجه غريبه جدا، يخلق نسخه تانية منك ويحطها في مكان تاني عشان يفهم اللي بيحصل. العقل بيقول انا مش قادر استوعب اللي بيحصل، فخليني اخرجك بره يمكن تفهم. لما يحس انك مش قادر تتحمل يعمل حاجه اسمها dissociation او الانفصال، وده مش مرض، ده ميكانيزم دفاعي. العقل بيحاول يحميك بس بيعملها بطريقه غريبه شويه زي ما قلنا. عارف اللحظه اللي تبقى قاعد وسط ناس بس حاسس انك مش هنا، او بتتكلم بس صوتك جاي من بعيد، او بتبص على ايدك وحاسس انها مش ايدك؟ ده كله من نفس العيله. العقل ساعات يعمل ريستارت بس من غير ما يقول لك. فلو في يوم حسيت انك طلعت من جسمك، تخافش، انت ما طلعتش، ده عقلك سبقك بخطوه. بس مفيش حاجه يعني. وانا بجهز للحلقه دي لقيت ناس كتير بتتكلم عن الموضوع، وكلهم بداوا الحلقه بسؤال واحد غالبا جايبينه من شات جي بي تي، الا وهو: عمرك حسيت انك خرجت من جسم وشايف نفسك من بره؟ الحقيقه ما لقيتش افضل من ده سؤال اقفل بيه الحلقه، بس مش هقوله عشان ما ابقاش بقلده، لكن عايزك تجاوب عليه بمنتهى البساطه في الكومنتات. واللي لسه ما عملش سبسكرايب يعمل، ويقول لاخواته واصحابه وقرايبه والمجتمع والناس يعملوا. صحيح، حطيت لكم المصادر في الديسكربشن، ابقوا بصوا عليها. ومن هنا الحلقه الجايه خلي بالك، ولو عقلك حاول يلعبك لعبه.